بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وامسيه كرويه جديده. النهارده في الجزء الثاني هيكون مشرفنا ومنورنا الكابتن ايمن اشرف، نجم نادي الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني، وهيبقى فيه مفاجآت مهمه في حلقه النهارده في كلامنا مع الكابتن ايمن اشرف. مفاجآت كتير. طيب يلا بينا شمر يا باشا وتعالى ندخل كلنا نضرب غطس نشوف ايه اللي حصل في موضوع امام عاشور. واسع يا جدع. شوف، خليني اقسم لك القصه بتاعت امام عاشور ده، قصه امام عاشور دي لجزئين. جزء اولاني هقول لك فيه اللي حصل من بعد العقوبه لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، وجزء تاني اقول لك رايي في الموضوع. هنبتدي بماده الراي، اما وانه احنا ما اتكلمناش من ساعه ما امبارح نزلنا الاخبار، عملنا لكم متابعه على صفحتي على فيسبوك وعلى تويتر، لما قلنا لكم انه اللاعب ما اخدش اذن اي حد خالص، وكان كمان قلت لكم انه ما اخدش اذن اي حد وانه سيتعرض لعقوبه مغلظه، وقد كان بعدها النادي الاهلي اعلن عن العقوبه. والحقيقه انه اي محاوله منطقيه لوضع اسباب منطقيه للامور اللا منطقيه اللي عملها امام عاشور هي قمه العبث. يعني تعالى نشوف، هو اصله عمل مع محمد هاني كده فهو زعل، لا ده هو ادم وطني، لا ده عرض امريكا، لا اسمع ده السعوديه، لا ده مش كده ولا كده خالص، ده انت مش فاهم، ده الموضوع بتاع ضربه الجزاء اللي قبليها لا ولا ده ولا ده ولا ده. زيزو وتريزيجيه، هي كلها محاولات منطقيه بالمناسبه. يعني الناس عايزه تحط ايه؟ تحط واحد واثنين ثلاثه اربعه، فامام ما جاش. وهذه حقيقه بشوفها حاجه عبثيه جدا، لان النتيجه واحده. بتحل ايه؟ كان في ايه؟ كارثه. ناس تصحى الصبح، واحد من اهم لعيبه الدوري المصري، نجم فرقته، محدش عارف يوصل له، مش موجود. ف واحده من الامور اللي انت بتبقى عمال ايه ده؟ محدش عارف حاجه، مش معلومه عند اي حد ما عندوش معلومه، كله عمال بيلف حوالين بعضه، محدش عارف اي حاجه خالص. فالنتيجه خطر، نتيجه كارثيه. بتحط اسباب لايه؟ انت عندك لعيب ما راحش، والحقيقه ده اللي عجبني في النادي الاهلي. يبقى انت بتكلمني في ايه؟ يبقى اصل هو تعبان ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا. هذه الامور هي تحليليه يقعدوا الناس يتكلموا فيها، انها بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لاي حد منطقي لعيب المفروض يروح ما راحش. فالاهلي راح عمل ايه؟ كارت 1.5 مليون ايقاف وعلى طول تدريب منفرد. مش هقعد احلل لك، مش هقعد اشوف انا واحد واثنين وثلاثه واربعه. انا عندي سيستم تم اختراق السيستم ده او خرق السيستم ده بشكل او باخر. حاجه غريبه جدا، لا محدش عارف عنه اي حاجه. فكان قرار النادي الاهلي. انا برسم لك السيناريو عشان تبقى فاهم الناس بتفكر ازاي. الناس في الاهلي ما قالكش طب استنى بقى نشوف اصل واحد ولا هو اثنين ولا هو ثلاثه ولا هو اربعه ولا هو لا. في عندي نتيجه. ايه النتيجه؟ ان اللعيب ما راحش، ما حصلتش. صحي الصبح ما حدش عارف هو فين امام، فده يكلم ده وده يكلم ده وده يكلم ده، مفيش امام في الطياره سافرت راحت، مفيش امام عاشور. فحقيقه الامر تيجي تسالني عن رايي، خطا كبير جدا 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 وغريب، ويفتقر الى الاحترافيه من امام عاشور. افتقر بشكل كبير جدا، مش بشكل كبير يعني، مش محتاج اوصف اوصاف، ما هي واضحه. حاجه ما حصلتش. واحد دخل في بدانه مدفع، ففي انت شايف كارثه يعني قدامك. وبالتالي كان قرار النادي الاهلي قرار حازم جدا وحاسم جدا. ماديه وعقوبه وتدريبات انفراديه. ماشي. شوف التسلسل بقى. انت هنا كنادي اهلي اخدت القرار، جمهور النادي الاهلي راح معاك في سكه، وهي دي النقطه اللي انا كتبتها على تويتر واللي انا مقتنع بيها طول الوقت على اكس بقى،
وعلى فيسبوك، واللي انا مقتنع بيها طول الوقت هي جمهور الاهلي عنده طبيعه. باشا انت هتديني كوره، انت ملتزم وجامد، انا هخليك تطلع اللي بص تمسك القمر والنجوم. انت مش هتعمل حاجه اصلا، مش هتعمل حاجه. وامام عاشور لعيب جامد، فهتوصل لاعلى حاجه. طب انت جامد بس مش ملتزم، الباب فوت جمل، والكره ما وقفتش عند النادي الاهلي، والاهلي ما قفلش بابه، ما قفلتش. فهو جمهور الاهلي عنده طبيعه. هتعمل المعادله الاولانيه دي كتير جدا جدا جدا، هتبقى اجمد واحد في العالم بالنسبه لهم، اجمد واحد في العالم بالنسبه لهم ابو تريكه. وفي تاني مراتب تانيه. مش هتعمل كده يا باشا، مع السلامه، خلاص انتهت القصه. غيرك ياما كتير عمل كده واختفى. حقيقه بقى، هو ده اللي انا جاي لك فيه. انه امام ادرك كل اللي جاي لك فيه بقى كواليس. ادرك حجم الكارثه اللي عملها مع جمهور النادي الاهلي ايا ما كانت المبررات والاسباب والامور. هو ادرك انه عمل كارثه كبيره. الكارثه ديت تبعتها ان جمهور النادي الاهلي في يوم وليله الموضوع خلصان. غضب شديد جدا جدا جدا، غضب الى حد ان هو نفسه عمره ما يتصوره. وبالتالي كان هذا البيان اللي نزله امام عاشور الساعه 9 ونص، واللي فيه بيعتذر لجمهور النادي الاهلي قدام حضراتكم هو على الشاشه، وانتم حافظين الكلام اللي قاله امام عاشور. طيب الكواليس بتقول ايه؟ الكواليس، وانا بقول لك كواليسي انا بقى فريق عملنا، ان امام مغلط نفسه جدا، وعارف انه اخطأ في حق نفسه قبل الاهلي وقبل الكل، وعنده رغبه كبيره جدا جدا في العوده والعوده سريعا، لدرجه وانا بقول لك هنا معلومه انه امام كان عنده رغبه ان النهارده يكون موجود في التدريب. النهارده كان عايز ينزل التدريب، لكنه صحي حس انه تعبان مع مشاكل لها علاقه بالقيء وامور شبه كده، فالراجل قال لك مش هقدر اجي. فكلم الكابتن وليد صلاح الدين، وكان نازل ناوي ان هو ينزل، وكلم الكابتن وليد صلاح الدين، وبالتالي هو عنده رغبه انه يبقى موجود في اسرع وقت، فهينزل من المفترض من بكره. وهو متقبل جدا جدا فكره العقوبه. بالمناسبه العقوبه الماديه هو متقبلها جدا جدا، ولكنه كمان مع تقبله للمليون ونص العقوبه هو عنده رغبه في انه ينزل ويموت نفسه في التدريب خلال هذا الاسبوع على الاقل، عشان يبقى عنده فرصه لو ان هناك فرصه في تخفيض مساله العقوبه الوقتيه. فبدل ما من اسبوعين تبقى اسبوع، عايز يعمل اي حاجه يكسر بيها الاسبوعين، لان الاهلي عنده ماتشات كتير جدا جدا، وبالتالي هو هيحاول ان هو يبذل مجهود كبير لكي يقنع صاحب القرار ايا ما يكون بقى صاحب القرار. يرضى الاهلي ما يرضاش الاهلي، مش هي دي القصه، انما انا بقول لك التفاصيل، بقول لك الكواليس. امام ما عندوش عروض. امام ما عندوش عروض لحد اللحظه دي. ما فيش حاجه رسميه جت النادي الاهلي، لا من امريكا ولا من السعوديه، لا من امريكا ولا من السعوديه، ما جاش من هنا وما جاش من هنا، علشان تبقى انت سيادتك بقى في الصوره. ما قداموش غير ايه؟ ما قداموش غير انه ينضبط ويلتزم مع فريقه، ما قداموش حاجه تانية غير كده. والانضباط والالتزام هو اللي هيوصله للي هو عايزه. عايز يمشي بقى يحترف يمشي، عايز يعمل كذا، عايز يعمل اي حاجه من الامور اللي شبه كده. طيب بيت القصيد عشان نقفل القصه، قلت رايي، قلت لك كواليس. خليني اقول لك نقطه مهمه، دي الاخيره بالنسبه لامام، دي الاخيره بالنسبه لامام، يعني ما فيهاش حاجه تاني، دي اخر حاجه. ما عندوش فرصه خلاص يعمل حاجه تاني ويبقى العقوبه بنفس الشكل. ما عندوش فرصه، ويكاد يكون الامر مش بس، انا مش بتكلم هنا من ناحيه الاداره، انا بتكلم كمان الجمهور. لانه انا هبلعها لك مره تانيه صعبه قوي ابلعها لك. انت هتعمل انا فقدت الثقه فيك على فكره. انت لازم تعمل كتير قوي قوي، انت لازم تمشي مشوار قدامي كتير، اشوفك ماشي على البص على القضيب، ما بتجيش ولا يمين ولا شمال، انا شايفك، انا مراقبك.
عشان تقنعني ارجع تاني الثقه فيك. خد بالك امام عمل حاجه خلى الناس خايفه تمدحه بعد كده. يا باشا انا لا، ده انا بقول لك انت كويس، انت بتعمل فيها كده. هو محتاج يبذل مجهود كبير جدا جدا علشان يرجع الثقه ديت عند جمهوره وعند ادارته وعند كل اللي حواليه. فهذه هي الاخيره، مفيش بعدها. التعامل بقى يبقى بشكل تاني، بطريقه تانيه، بامور تانيه فيها تفاصيل كتير جدا جدا. النقطه بقى الاخيره عشان يبقى انا غطيت لك كل الزوايا. لعيب غلط غلط كارثي. بص بقى، ركز في اللي هقوله لك ده. لعيب غلط غلط كارثي. جمهوره ما طبطبش عليه، ناديه ما طبطبش عليه، عاقبه باكبر عقوبه ماديه، مع تدريبات، مع حرمان من التدريبات الجماعيه، مع تدريبات انفراديه، مع وما سماش. فادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. اللعيب نزل بيان اعتذر لكل الناس. مفيش حد من حقه ان هو يخش في نوايا حد، ده مبدئيا يعني. خلاص، واحد حصل خطأ كبير، تعاقب عقاب كبير، جمهوره زعلان منه، اعتذر للكل كليلة زي ما بيتقال. محدش من حقه بقى يخش في نوايا اي حد. انا قلت واحد واثنين وثلاثة، هو امام، انا قلت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية. القرار هنا متروك لإدارة ناديه. هتمشي كويس، انا اللي اخدت القرار. الاهلي مش محتاج حد يبقى واصي عليه، ولا محتاج حد يقول له امشي يمين وامشي شمال. انا اللي خدت القرار وانا اللي عاقبت، وعقوبه كبيره جدا جدا. نقطه ومن اول السطر، خلصت الحدوته. اي لنجره في الموضوع تاني هيبقى له اي اهداف تانيه غير الاهداف المنطقيه والطبيعيه في لعيب اخطا ونال عقابه واعتذر. انا جيت لك على السكه، ماشي كده؟ اي لنجره تاني وتطويل ومط في الموضوع لازم تفهم بقى ان وراه اغراض. طيب غلط غلط كارثي، النادي ما طبطبش عليه، جمهوره ما طبطبش عليه، اتعاقب اكبر عقاب، اللعيبه اعتذر. ومالوش تانيه، مالوش لقطه تانيه. امام مالوش لقطه تانيه عند حد، لا عند اداره ولا عند جمهور. فنقطه، قصه انتهت. تعال نشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. انا بشوفها كده.